بتسمع عن ووردبريس لأول مرة أو حتى سمعت عنه بس لسه مش فاهم هو بيعمل ايه بالظبط، فأنت في المكان الصح. النهاردة هنبدأ مع بعض رحلة هتغير فكرتك عن الإنترنت تماما. الووردبريس مش مجرد منصة أو كنظام إدارة محتوى على الإنترنت، بيشغل أكتر من 43% من المواقع في العالم، من أبسط المدونات لأكبر مواقع الشركات العالمية. يعني سواء كنت عايز تعمل موقع شخصي أو تبيع أونلاين أو حتى تشتغل بيه وتكسب، فالووردبريس هو المفتاح. واللي هتتعلمه في الدورة دي مش بس هيأهلك تفهم الووردبريس، لكن كمان هيديك القدرة إنك تبني مواقع احترافية من الصفر من غير ما تكتب سطر كود واحد. مستعد؟ يلا نبدأ. تعال أقولك على حاجة، لو دخلت على أي موقع على الإنترنت كده بشكل عشوائي، في احتمال كبير تلاقيه معمول بالووردبريس. بس إيه هو أصلا الووردبريس ده؟ وليه كل الناس بتستخدمه؟ ويعني إيه أصلا في نسختين، دوت كوم ودوت اورج؟ تعال نفهم واحده واحده. قبل ما نكمل، الفيديو ده من انتاج باكتيك، وده جزء من محتوى مجاني بيشرح البرمجه بكل جوانبها. لو عجبك الشرح دعمك باللايك واشتراك ومشاركه الفيديو في جروبات البرمجه او مع اصحابك المهتمين بيفرق جدا ويساعدنا نكمل في تقديم النوع ده من المحتوى. اول حاجه، ايه هو الووردبريس؟ الووردبريس ببساطه هو نظام لاداره المحتوى، يعني بلاتفورم تقدر من خلالها تبني وتتحكم في موقعك بسهوله ومن غير ما تكتب ولا سطر كود. بدأ في 2003 كمنصه للتدوين، بس مع الوقت اتطور وبقى اداه قويه تقدر تبني بيها اي نوع من المواقع. طيب ايه الفرق بين الووردبريس دوت كوم والووردبريس دوت اورج؟ هنا بيجي السؤال اللي ناس كتيره بتتلخبط فيه. الووردبريس دوت كوم ده موقع بتسجل فيه حساب، وهو بيوفر لك استضافة جاهزة، بس بيكون فيه قيود كتيرة. مش بتقدر تركب بلجنز بحرية، ومش حر، مش هتقدر تتحكم في شكل الموقع زي ما تحب، وعلشان تفتح المزايا دي لازم تدفع. اما بقى الووردبريس دوت اورج ده المجاني الحقيقي، ده اللي هتروح تحمل منه نسخة الووردبريس وتركبها على استضافة خاصة بيك، وتكون انت المتحكم في كل حاجة. تقدر تركب بلجنز، تعدل في الكود، تركب اي ثيم وتعمل اللي انت عايزه. وده اللي احنا هنشتغل عليه في الكورس. طيب دلوقتي بعد ما فهمنا الووردبريس بيعمل ايه، جه وقت الجد. هنبدأ ان احنا نجهز بيئة العمل اللي هنشتغل عليها، ودي عبارة عن سيرفر محلي بنشغل عليه موقع الووردبريس على جهازنا كأنه اونلاين، بس من غير ما ندفع ولا استضافة ولا دومين ولا اي حاجة. وده هيساعدنا ان احنا نشتغل بحريتنا ونجرب براحتنا. بس السؤال هنا، احنا هنستخدم ايه؟ بص، احنا عندنا كذا اختيار، بس انا في الفيديو ده هشرح لك طريقتين. الطريقة الاولانية وهي ان احنا هنستخدم زام. طيب عشان نستخدم زامب، فاحنا اول حاجة هنعملها هنروح على جوجل كروم وهنكتب زامب، وهنروح على السايت بتاعهم. ومن جوه السايت هنلاقي هنا الاوبشنز بتاعت الداونلود. نقدر ان احنا نداونلود زامب لويندوز او لينكس او حتى ماك او اس. انا بستخدم ويندوز فهدوس على ويندوز، ويبقى كده هدوس على كليك هير وهيوديني على صفحة الداونلود. اختار ان انا هداونلود الليتست فيرجن، هدوس عليها وهيبدأ ان هو يحدد لي مكان الداونلود. انا اوريدي كنت عامل داونلود فهدوس على كنسل. انت هتدوس على سيف وهتسيبه يعمل داونلود. وبعد ما نحمل زامب هنحتاج ان احنا نحمل الووردبريس من الووردبريس دوت اورج. هنكتب ووردبريس دوت اورج وهنعمل سيرش، وهيودينا على صفحة الووردبريس واللي من خلالها هنبدأ ان احنا نعمل داونلود. عشان نبدأ ان احنا نداونلود هننزل تحت وهندوس على Discover WordPress وهندوس على Get WordPress وهنداونلود الليتست فيرجن. نفس الكلام، انا كنت عامل داونلود الحاجات دي فهدوس كانسل، بس انت دوس سيف. طيب بعد ما عملنا داونلود لزامب ووردبريس، اول حاجه هعملها ان انا هعمل انستول لزامب. هدوس عليه مرتين وافتحه، هدوس يس وهيبدا يخش في سايكل انستليشن. هدوس اوكي، بعد كده نيكست 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 نيكست، وهسيبه يعمل انستول. وخلال الوقت اللي هو بيعمل فيه انستول خليني اعمل اكستراكت او فك ضغط لملف الووردبريس عن طريق ان انا هدوس كليك يمين وهدوس اكستراكت هير. زي ما احنا شايفين ده ملف الووردبريس. طيب بعد ما اخلص انستول هبدا ان انا ادوس على فينيش، ودي صفحه زام كنترول بانل. خلينا انزلها تحت وهنروح لملف الووردبريس وهندوس كنترول سي وهنروح لبارتيشن السي. بعد كده هنروح لزامب وهدور على فولدر اسمه htdocs، هفتحه وهبدأ ان انا اعمل كنترول في للوردبريس في المكان ده. بعد ما يخلص نقل هروح للزامب وهعمل ستارت للاباتشي سيرفر وهعمل ستارت للماي اس كيو ال، وهبدأ ان انا اخش على الادمن بانل بتاعة الماي اس كيو ال داتابيز وهعمل كرييت لداتابيز جديدة
وهتأكد ان انا مسمي الداتابيز دي باسم وورد بريس، واتأكد ان كل الحروف تكون سمول كيس، وهعمل كرييت. بس كده يعتبر خلصنا كل حاجة. هبدأ ان انا اروح على نيو تاب وهكتب لوكال هوست، بعد كده سلاش وورد بريس، وهدوس انتر. وهبدأ ان انا اعمل انستوليشن للوردبريس. من هنا هختار الديفولت لانجوج بتاعة الوردبريس، انا في الحالة دي هختارها انجليزي، وهدوس على كونتينيو. وبعد كده بيقول لي ان هو هيبدأ يخش في البروسيس بتاعة الانستوليشن. هدوس على ليتس جو. هنا هنكتب اسم الداتابيز اللي احنا لسه عاملينه من شوية اللي هو وورد بريس، واتأكد ان كل الحروف تكون سمول، واليوزر نيم هيكون روت، وانا هسيب الباسورد فاضي ومش هغير اي حاجة من الاوبشنز التانية. بعد كده هعمل سبميت، وهيبدأ ان هو يقول لي كل حاجة تمام. هبدأ اعمل رن للانستوليشن. هنا هبدأ اختار الاسم بتاع الويب سايت بتاعنا، انا في الحالة دي هسميه باك تك، واليوزر نيم هخليه بلال، والباسورد هبدأ ان انا اختار باسورد للادمن بانل. خليني اختار باسورد، والايميل اختار اي ايميل انت عايزه، وليكن انا هسميه back.tech@gmail.com، وبعديها هعمل انستول للورد. طيب هو كده عمل انستوليشن للوردبريس. هبدأ ان انا ادوس على لوجن، وهيوديني للادمن بانل. يا اليوزر نيم او الايميل اللي احنا دخلناه، خلينا ندخل اليوزر نيم للتسهيل، وخلينا ندخل الباسورد، وبعد كده هدوس على. طيب واضح ان انا دخلت الباسورد غلط، خلينا نتاكد ان هو صح. كده احنا دخلنا على المين داشبورد بانل بتاعه الوردبريس، ودي كده كانت الطريقه الاولى للانستوليشن وهي الزام. طيب خلينا نروح للطريقه طيب عشان نبدا ان احنا نعمل انستوليشن للطريقه التانية، فاحنا هنروح على جوجل كروم، وهكتب في السيرش لوكال باي فلاي ويل، وهدوس انتر، وهروح على اول لينك. ودي تول بتسمح لي ان انا ارن الوردبريس لوكالي عندي على الديفايس بتاعي. هبدا ان انا ادوس داونلود فور فري، وهبدا ان انا املا البيانات دي. بعد كده هدوس على جيت ات ناو. انا اوريدي كنت عامله داونلود، بس انت كل اللي هتعمله ان انت هتحط البيانات بتاعتك، الفيرست نيم اللاست نيم، وهتحط الايميل بتاعك، وهتختار انت ايجنسي ولا اندبندنت فريلانسر او اذرز، وهتعمل جيت. طيب بعد ما تعمل داونلود للبرنامج هيظهر عندك بالشكل ده في الداونلود بيج، وهتدوس عليه دبل كليك، وهتعمل نيكست انستول. يعني تقريبا مفيش اي صعوبة في الانستوليشن. وبعد ما يخلص الانستول هتبدأ انت تدوس على فينيش، وهيفتح معانا على طول. هبدأ ان انا ادوس على create a new site، وهنا بيسألني ان هو هيعمل create new site، فهعمل continue. وهبدأ ان انا اسمي الويب سايت بتاعنا، خليني اسميه باك، وهدوس على continue. وهنا بيسألني لو انا عايز اعمل كاستم انستول ولا العادي، انا هسيبه متحدد على العادي، وهدوس على continue. وهنا بيسألني على يوزر نيم، خلينا اسميه بلال، والباسورد بتاعنا، وده الايميل. انا مش هغيره الصراحه لان انا هعمل لوجن باليوزر نيم. وبعد كده هدوس على اد سايت، وهيبدا ان هو يعمل انستول للوردبريس، وهيبدا ان هو يعمل انستول لللوكال ماشين. هدوس على يس. بعد ما اخلص الانستليشن هبدا ان انا ادوس على الوردبريس ادمن بانل، وهيفتح معايا اللوجن بتاع الادمن بانل. هبدا ان انا ادخل اليوزر نيم، وهدخل الباسورد، وهدوس على لوجن، وكده هيوديني صفحه الوردبريس ادمن بانل. كده احنا هنكون شرحنا بكل بساطة ازاي تبدأ ان انت تعمل انستليشن لبيئة العمل بتاعة الوردبريس. طيب دلوقتي بعد ما ثبتنا بيئة العمل دي، صفحة الداشبورد، وهنبدأ نفصصها حتة حتة. الصفحة الرئيسية دي بتكون صفحة الداشبورد الرئيسية، زي ما احنا شايفين كده من فوق مكتوب Welcome to WordPress. ده الإصدار بتاع الوردبريس اللي احنا شغالين عليه، ده هو 6.8.2. ودي شوية روابط سريعة تقدر من خلالها توصل لحاجات معينة، زي من هنا تقدر تضيف صفحة جديدة، أو هنا تفتح السايت إديتور، أو هنا تعدد على الستايل بتاع الموقع بتاعك. تحت هنا عندنا شوية ويدجت، مش هطول الصراحة في الجزء ده لأنه هو مش مهم أوي، بس هنا ده إحصائيات عن الموقع بتاعنا. دي عدد البوستس اللي موجودة، عدد الكومنتس، عدد الصفحات. دي السايت هيلث ستاتوس، هنا بيقول لي جود، وده بيعمل تشيك على الوردبريس بتاعنا كل فترة، ولو في أي مشكلة بتظهر هنا. ودي آخر النشاطات بتاعة الموقع، زي ما احنا شايفين ده آخر كومنت اتضاف، ودي آخر صفحة اتعمل لها publish. نفس الكلام هنا، ممكن تقدر تعمل كويك درافت، بس تكتب التايتل بتاعه والكونتنت،
وتسيف الدرافت بتاعك. ده كان بالنسبة لصفحة الهوم في الداشبورد. نيجي لصفحة البوستس، بنخليها تقدر تشوف كل البوستس اللي موجودة، تقدر تضيف بوست جديدة أو تعدل على بوست اوريدي موجودة من خلال إن أنت تدوس على edit أو حتى إن أنت تعمل لها حذف. أما بالنسبة للميديا، فمن هنا تقدر إن أنت تضيف ميديا جديدة عن طريق إن أنت تدوس على add media، تعمل select الفايل بتاعك سواء كان صورة أو فيديو، بس أهم حاجة إن السايز بتاعه ما يعديش 300 ميجا. زي ما احنا شايفين الماكسيمم سايز 300 ميجا. اما بالنسبه لصفحه البيجز، فدي الصفحات اللي موجوده في السايت، زي مثلا صفحه الاباوت او صفحه الكونتاكت اس. الكومنتس، من هنا تقدر تشوف اي كومنتس بتضاف على السايت بتاعك. ممكن تعمل ابروف للكومنت او ممكن تعمل ان ابروف او تمسح الكومنت لو في اي اساءه. اما هنا الابييرنس، ومن خلال الابييرنس تقدر انت تضيف ثيمز جديده للورد بريس بتاعك او حتى ان انت تعمل كاستمايز للثيم اللي انت اوريدي مثبته. ده الاكتيف ثيم بتاع الوردبريس الديفولت اللي هو 2025. اما البلجنز، والصراحه انا مش هرغي كتير خالص في السكشن ده دلوقتي لان هيكون ليه سكشن بالتفصيل. واليوزرز اللي من خلالها بتقدر تشوف المستخدمين اللي موجودين عندك في الوردبريس. ممكن ان انت تضيف يوزرز جداد وتبدأ انت تديهم صلاحيات معينة بحيث ان هم يخشوا معاك على صفحة الوردبريس في الداشبورد ويعدلوا معاك في الكونتنت نفسه، سواء كانوا يضيفوا بوستس او يعدلوا على المحتوى ككل. اما السيتنجز واللي هنتكلم عليها دلوقتي بالتفصيل، هنا دي الجنرال سيتنجز، ده السايت تايتل ممكن نعدل فيه وده هيغير اسم الموقع الرئيسي. التاج لاين ده انت بتكتب فيه شوية هيدلاينز عن السايت بتاعك. السايت ايكون اللي من خلالها بتشوف الايكون بتاع الموقع بتاعك في النيو تاب فوق هنا كده في المكان ده بالظبط. ده الوردبريس ادرس يو ار ال او السايت ادرس يو ار ال. لو انت عندك دومين انت شاريه اللي هو بيكون دوت كوم او دوت اورج، تبدا انت تضيفه في الجزء ده. وده الادمن ايميل اللي من خلاله بتخش على السايت بتاعك وتعمل كاستمايزيشن زي ما احنا داخلين دلوقتي في السايت. نفس الكلام التايم زون، الداتا فورمات، ده بتغير فيه شكل عرض التاريخ بتاعك، ممكن تعدل فيه زي ما انت عايز او حتى تعدل فيه عن طريق الكاستم edit. من هنا تايم فورمات نفس الكلام، تقدر انت تختار زي ما انت عايز سواء كان اليوم 24 ساعة او 12 ساعة او حتى تعدل مانيوالي بايدك. لما تخلص في الاخر تعمل سيف تشينجز، وبكده تكون سيفنا اي سيتنجز اتعملت في الجزء ده. ده ريدنج سيتنجز بتاعت السايت بتاعك. انت الويب سايت بتاعك مبني على جزء المقالات، ان انت بتضيف مثلا مقالات او اخبار او اي حاجة. يفضل ان انت تحدد الاوبشن الاولاني دوت اللي هو ايه، ان الهوم بيج هتكون الليتست بوست، اي بوست هتنزله هيكون احدث البوستات هي اللي هتنزل في الصفحه الرئيسيه. اما لو انت الويب سايت بتاعك مثلا هتعمل له لشركه او يعرض خدمات معينه، فالافضل ان انت تختار static page. من خلال الستاتيك بيج دي انت بتحدد الهوم بيج هتكون انهي صفحه. احنا كده خدنا لمحه سريعه عن اهم السيتنجز اللي موجوده في الهوم بيج بتاعه الداشبورد. جاء الوقت اللي احنا نتكلم على واحده من اهم المميزات اللي بتميز الوردبريس، الا وهي البلجنز. بس السؤال هنا هو ايه اصلا البلجنز؟ البلجنز عباره عن اضافه بتزود موقعك بوظيفه معينه او ميزه جديده. يعني ايه؟ فلنفترض مثلا ان انت عايز تضيف فورم للتواصل، كونتاكت فورم بسيط، ممكن تضيف بلجن تعمل الكلام ده. او حتى لو انت بتستعمل متجر الكتروني، ففي اضافه هتساعدك ان انت تضيف المنتجات بتاعتك، تتابع الاوردرز بتاعتك بكل بساطه، زي اضافه الوو كوميرس. او لو انت عايز موقعك يبقى اسرع، في اضافات مخصصه للبرفورمانس اوبتمايزيشن. او لو انت عايز تحسن الاس اي او وتزود ترتيبك في محركات البحث، في كمان اضافات تعمل كل الكلام ده. كل ده تقدر تعمله عن طريق البلجنز بضغط الزرار. الموضوع اشبه بان الوردبريس اكنه موبايل جديد. الابلكيشنز اللي انت هتنزلها على الموبايل ده عشان تستخدمه بشكل افضل هي البلجنز. يعني الموبايل لوحده حلو، بس من غير الواتساب والفيسبوك وجوجل مش هتعرف تستخدمه كويس، صح؟ نفس الفكره مع الوردبريس. طيب احنا اصلا ازاي نضيف البلجنز ونستخدمها؟ اول حاجه هتعملها هتروح على الايكون بتاع البلجنز وهتدوس عليها، بعد كده هتدوس على اد بلجن ويفتح لك المتجر بتاع البلجن، حاجه كده شبه الاب ستور او جوجل بلاي. تبدا انت تسرش عن البلجنز اللي انت عايزها. فلنفترض مثلا انا هدور على حاجه تخص الاس اي او، فهكتب اس اي او وهدوس انتر، وهلاقي كل البلجنز اللي هتحسن الاس اي او. لكن انا هستخدم البلجن دي، هدوس على انستول. بعد ما عملنا داونلود للبلجن بنلاحظ ان ظهر قدامنا علامه الاكتيفيت، بتدوس على اكتيفيت بيبدا ان هو يعمل اكتيفيت للبلجن نفسها. كده احنا فعلنا البلجن بتاعه الاس اي او. احنا شايفين هنا بيقول لي ان البلجن دي فيها فيتشر بريميوم، لازم اعمل لها طبعا اشتراك عشان ابدا ان انا استفاد بالمميزات بتاعه البريميوم.
بس ده مش موضوعنا دلوقتي، خلينا نعمل سكيب للجزء ده. بس عموما خليني اقول لك على شويه بلجنز مهمه غالبا هتحتاجها وانت بتستخدم الوردبريس. طبعا اول بلجن واللي هي الرانك ماث او ياست اس اي او، ودي اللي احنا عملنا لها انستول. البلجنز دي هتحسن ظهور الموقع بتاعك في محركات البحث. تاني بلجنز وغالبا هتستخدمها اكيد اللي هي ال WP Forms او ال Contact Form 7، ودي بلجنز هتساعدك ان انت تعمل كونتاكت. تالت بلجن واللي هي الوو كوميرس، وش هتستخدمها لو انت عندك متجر الكتروني. رابع بلجنز دي برضو اكيد مهمة واللي هي الاب درافت بلس، ودي هتساعدك ان انت تاخد نسخة احتياطية من الموقع بتاعك. خليني اقول لك بس حاجة، انا عايزك ما تزودش عدد البلجنز اكتر من اللازم عشان ده ممكن يبطئ الموقع بتاعك. وهنا اقول لك برضو ان كل اضافة هتنزلها من خارج الوردبريس لازم تكون موثوقة ومتجربة، ودايما حدث الاضافات اول باول عشان الحماية والاداء. طيب احنا يعتبر رغينا كتير قوي في تفاصيل ومعلومات وما شفناش اصلا شكل الموقع. عشان تشوف شكل الموقع بتاعك هتبدأ انت تدوس على visit site، وهو تلقائي هيفتحها لك. ده شكل الموقع بتاعنا اللي هو عبارة عن سامبل بيج بسيطة ما فيهاش اي شكل او اي حاجة. جه الوقت ان احنا نتكلم فيه على الثيمز بشكل اكتر تفصيلا. عشان تروح على الثيمز هتبدأ انت تروح على الابيرنس، كده هتختار الثيمز. والثيم بكل بساطة هو الشكل والتصميم الخارجي بتاع الموقع بتاعك، سواء كان ألوان، خطوط، أو حتى توزيع للمحتوى، شكل الهيدر والفوتر وشكل الصفحات. الثيم بيغير واجهة الموقع بالكامل ويوفر لك تصاميم جاهزة تقدر تعدل عليها بكل سهولة. يعني مثلا لو الوردبريس هو جسم الموقع فالثيم هو لبسه. ممكن تلبسه شكل كلاسيكي، شكل مودرن، شكل رسمي، كل ده حسب شكل وهدف الموقع بتاعك. لو موقع شركة أو مدونة شخصية أو بورتفوليو أو متجر إلكتروني، في ثيمز جاهزة لكل حاجة. طيب إزاي نركب الثيمز؟ بعد ما دخلنا على صفحة الثيمز هندوس على Add Theme. دي الثيمز اللي انت هتقدر من خلالها تعمل انستول لأي ثيم يعجبك أو تحس إن هو قريب من الفكرة اللي في دماغك. زي ما انت شايف كده المتجر بتاع الثيمز بتاع الوردبريس مليان ثيمز كتيرة. اي ثيم من دول لو عجبك تقدر انت تعمل بريفيو لشكل الثيم دوت، ولما يحمل هيوريك هنا الشكل اللي هيبقى عليه الثيم زي ما احنا شايفين. ولو عجبك تقدر انت تعمل انستول وتعمل له اكتيفيت، والثيم هيبقى معمول له انستول عندك. بس هو عموما الناس كلها تفضل ان هي تبدا بالثيم الغني عن التعريف اللي هو استرا. لما تعمل له انستول تبدا تعمل له اكتيفيت من هنا. طيب بعد ما احنا عملنا اكتيفيت للقالب بتاعنا اللي هو الاسترا، لو رحنا على الهوم بيج بتاعتنا على الويب سايت الرئيسيه هنلاحظ ان الشكل بقى موجود عندنا ومظبوط. ده الشكل بتاع القالب بتاعنا اللي هو استرا. نصيحة مني، عايزك تجرب كذا ثيم، شوف اللي يناسب محتواك. ناس كتيرة في المرحلة دي بتسألنا هو أنا ممكن ألاقي حد يصمم لي الموقع بالكامل بس بالذوق اللي في دماغي بالظبط؟ والإجابة طبعا، وده فعلا من أكتر الحاجات اللي إحنا بنشتغل عليها في باكتك. ناس كتيرة بتبعت لنا فكرتهم أو حتى موقع عجبهم وإحنا بننفذ ليهم حاجة شبيهة ليه، بس بتكون مناسبة لهدفهم وهويتهم، وده بيساعدهم يوفروا وقت كتير ويبدأوا بسرعة بشكل احترافي. تقدر تبعت لنا فكرتك دلوقتي على رقم الواتساب اللي ظاهر قدامك على الشاشة، أو تلاقي كل التفاصيل في اللينك اللي موجود في وصف الفيديو. طيب زي ما رشحنا القالب بتاع أسترا، في قوالب تانية ممكن نرشحها زي مثلا قالب اوشن وودربريس، ده بيكون مناسب للمتاجر الإلكترونية. كمان قالب نايف اللي هو ده، وده التصميم بتاعه عصري وسهل زي ما احنا شايفين. واهم حاجة ان انت بعد ما تثبت اي ثيم شكله يعجبك بتروح على الهوم بيج بتاعته. زي ما احنا شايفين هنا مكتوب استرا، بس احنا الويب سايت بتاعنا اسمه باكتيك، احنا عايزين نعدل على الكلام ده. بنعدل على اسم الويب سايت عن طريق ان احنا بندوس على كستمايز. نقدر نعدل عليها عن طريق ان احنا ندوس على السهم ايكون الكتابة دي، وخلينا ندور على اسم السايت اللي هو استرا. زي ما احنا شايفين ده عبارة عن صورة، خلينا نعمل لها ريموف وكده هيكون شالها خالص. خلينا اضيف اللوجو بتاعنا، كده اكون ضفت اللوجو بتاعنا بدل علامة استرا. وهنا تقدر تعدل على السايت السايز بتاعه عن طريق التحكم في السكرول دي، خلينا نصغرها شوية. تقدر ان انت تعدل على حاجات تانية كتير، بس احنا هنعدل بشكل اكثر احترافية في صفحة الهوم بتاعتنا عن طريق حاجة اسمها البيج بيلدر. أعتقد الوقت جه عشان نبدأ نصمم موقعنا فعليا، عشان نضيف صور ونصوص وأقسام وفورمز. كل ده ممكن نعمله من غير ما نكتب ولا سطر كود باستخدام حاجة اسمها البيج بيلدر.
البيج بيلدر تقدر من خلالها تعمل دراج ودروب ببساطة لأي حاجة أنت عايز تستخدمها عشان تبني بيها صفحات موقعك بكل سهولة، كأننا حرفيا بنصمم أي حاجة على كانفا أو باوربوينت بس للويب مخصوص. يعني بدل ما نكتب HTML و CSS احنا هنختار العنصر زي الزرار او الصورة، وهنبدأ ان احنا نضيفها في الصفحة ونستخدمها بكل سهولة. بيج بيلدر انواع، عندك اشهر نوع بيج بيلدر موجود وهو الافضل فيهم هو إليمنتور للاسف. طب انا بقول ليه للاسف؟ لان إليمنتور تابع لشركة اسرائيلية. احنا في الكورس بتاعنا حبينا نستخدم بيج بيلدر مختلف واللي هو كادنس بلوكس. كادنس بلوكس هو بيج بيلدر مجاني بيشتغل بنفس نظام التحرير زيه زي اي بيج بيلدر. مميزاته ان هو نضيف وسريع وفيه مكونات كتيرة زي الجاليري والتابس والايمج اوفرلاي والبوتونز وغيرهم. بيدعم الريسبونسيف ديزاين وبيشتغل حلو جدا مع الثيمات المشهورة زي استرا ونايف. عشان نثبت كادنس بلوكس هنروح على صفحة البلجنز، بعد كده هندوس على اد بلجن، وفي مربع السيرش هنكتب كادنس بلوكس، وبعدين هنعمل انستول لكادنس بلوكس. لما بتعمل انستول هتعمل اكتيفيت للبلجن زي ما عملنا اكتيفيشن لاي بلجنز عاديه. وزي ما انت لاحظت كده هتلاقي ان الايكون بتاعت كادنس بلوكس ظهرت في الشريط الجانبي. هتدوس عليها، تدوس على allow and continue، وبس كده نكون فعلنا الاضافه بتاعت كادنس بلوكس. وعشان نتاكد ان احنا فعلناها هنروح على الصفحه الرئيسيه بتاعتنا، بعديها هندوس على edit site. وزي ما احنا لاحظنا ان كادنس بلوكس ظهرت عندنا في الديزاين لايبراري، ولما ندوس عليها نبدأ نلاحظ الفيتشرز الجاهزة اللي ممكن نضيفها باستخدام كادنس بلوكس زي الهيرو سيكشنز، بيج تايتلز، ليست، تايم لاين، داتا تيبل، تابس عموما، تضيف جاليري، تضيف لوجو، فورم، تضيف ايمج او تكست. واللي هنعمله دلوقتي ان احنا باستخدام الدراج والدروب هنبدأ ان احنا نعمل لاندنج بيج لموقع بيقدم سوفت وير. خلينا اول حاجة نروح نظبط الهيدر. طيب اول حاجة هعملها ان انا هضيف لينكات جديدة في الهيدر. عشان اضيف لينكات جديدة هدوس دبل كليك على السكشن بتاع اللينكس، ومن علامة البلس اللي على اليمين دي هدوس على اد بلوك وهضيف بيج لينك جديدة ولكن هسميها projects، وهدوس انتر. كده هكون ضفت لينك جديدة في لينكات الهيدر. ممكن تضيف لينكات تانية بس أنا هكتفي بالثلاث لينكات دولت اللي هما الهوم والكونتاكت أس والبروجكتس. خليني من سيكشن الديزاين لايبراري هدوس عليه وأضيف هيرو سيكشن، وخلينا ننقي هيرو سيكشن يكون لطيف. أنا شايف إن ده هيكون مناسب جدا، وكده أكون ضفته في الهيرو سيكشن. بس زي ما انتم ملاحظين كده العرض بتاع السيكشن ده مش مناسب، تحسه ضيق زيادة عن اللزوم. هندوس على الانر كونتنت ويدث وهبدأ ان انا الغي تفعيل الخيار ده، وهبدأ ان انا اظبط العرض بتاع السيكشن ده مانيوالي بايدي. انا هخليه 1400 بكسل، وده هيكون العرض اللي هنعتمده في الصفحة كلها. خليني اقول لك ان انت تقدر تعدل على الكلام ده بكل سهولة كأنك حرفيا بتكتب اي تكست في الوورد. ولكن انا عايز اكتب we build your where services. ممكن اخلي الفونت ده بولد، كمان ان انا اغير في الالاين بتاع التكست اخليه سنتر او اخليه على اليمين، بس انا هخليه دلوقتي على الشمال. نفس الكلام ممكن اعدل في التكست الموجود هنا، وكمان ممكن اعدل في التكست اللي موجود على الزرار. خلينا نسميه مثلا كونتاكت، بحيث ان لما اليوزر يدوس على الزرار ده تلقائيا يخليه يتواصل معانا. كمان تقدر تعدل في الصورة دي براحتك وتغيرها. تخيل انت تدوس على edit image وتعمل ابلود لاي صورة تانية، وليكن مثلا انا هختار الصورة دي وهدوس سيلكت. كده هنكون غيرنا الصورة زي ما احنا عايزين. وكمان ممكن ترفع اي صورة من عندك على الكمبيوتر. بعد ما ضفنا الهيرو سيكشن خلينا نضيف سيكشن جديد. انا عايز اضيف كاردز. الكاردز دي من خلالها اكون بعرض الخدمات بتاعتنا، ولكن هضيف السيكشن ده. طيب نفس الكلام بعد ما ضفنا السيكشن بتاع الكاردز زي ما احنا ملاحظين ان العرض بتاع السيكشن فيه مشكلة. عشان نحل المشكلة دي نفس الكلام هنروح على ال inner content width وهنلغي تفعيل الخيار ده، وتلقائيا هنخلي العرض 1400 بكسل زي ما احنا ضفناه فوق. كمان ممكن نضيف هنا ان احنا ممكن نقدم سيرفيس الوورد، وهنا ممكن نضيف ان انت ممكن تعمل ويب سكراب، وهنا ممكن نضيف ان انت ممكن تعمل ويب ديفلوبمنت الابلكيشنز بتاعك. غير التكست على الزرار ده ان هو يكون مثلا باي ناو، ودي مثلا نخليها اوردر ناو. نفس الكلام دي هتبقى اوردر
now. ومثلا ممكن اضيف هنا discover our services، وهسيب انا الكلام ده زي ما هو مش مهم دلوقتي. يبقى احنا كده ضفنا الهيرو سيكشن وضفنا الاور سيرفيسز سيكشن. دلوقتي خلينا نضيف مثلا قائمة للأسعار الخاصة بينا، يعني مثلا نضيف pricing table. وزي ما احنا شايفين ده الأشكال اللي ممكن نضيفها، أشكال كلها احترافية صراحة. يعني لو انت دخلت على أي ويب سايت كبير هتلاقيهم غالبا بيستخدموا تمبلتس شبه دي. خلينا مثلا أضيف التمبلت ده كده، هو اتضاف. نفس الكلام برضو مش محتاج أعيد، هنروح على الانر كونتنت ونعمل تفعيل للجزء ده، وخليه مثلا أضيفها 1400 بكسل. وممكن بقى ان انت تعدل على البرايسز براحتك، ولكن مثلا انا هخلي ديت our prices. ومثلا انا هخلي مثلا لو انت عايز تعمل اوردر ل template وورد بريس، مثلا دي هتكلف حوالي 20 دولار. ومثلا ممكن تغير انت بقى في الحاجات التانية براحتك زي ما انت حابب. نفس الكلام برضو تقدر تغير او تعدل على البutton او التكست بتاع البutton براحتك. مثلا خلي ده باي ناو. وهنا ممكن تحط الديسكريبشن بتاع السيرفيس نفسها. مثلا ممكن هنا ايه order your WordPress template. كده انا عدلت في الديسكريبشن بتاع السيرفيس. ممكن ان انت تعدل في الباقي زي ما انت حابب بالظبط زي ما عدلنا في الجزء ده. اعتقد جه الوقت ان احنا نضيف السكشن من اهم السكاشن اللي هو التستمونيوس. التستمونيوس ده بيبقى اراء العملاء بتوعك، انت بتضيف اراء الناس اللي اشتركت في السيرفيس بتاعتك. ولكن مثلا هضيف السكشن ده نفس الكلام، هروح على inner content width والغي التفعيل ويخليني اخليها 1400 بكسل. هنا بقى انت هتعمل ايه؟ هتبدأ ان انت تضيف اسم اليوزر بتاعك، وليكن مثلا بلال احمد، وتأكد ان انت تضيف الصورة بتاعت مثلا انا هضيف الصورة دي. وده هيكون الرأي بتاعه، مثلا ده عميل اشترى منك الخدمة بتاعتك. هتكتب الفيدباك بتاعه بالظبط. مثلا هو قال good service، يعني هنا انت بتضيف الرأي بتاع المستخدم ده في الخدمة بتاعتك. وهنا كمان ده عدد الستارز اللي هو ضافها، هو مدينا 5 ستار. بس كمان انت هتبدأ تضيفه ان انت تعدل في الكروت التانية بتاعة التستمونيوس، انت بتضيف رأي العميل بتاعك. واخر حاجة انا عايز اضيفها في صفحة الهوم بيج بتاعتنا اللي هو الكونتاكت اس. خلينا ندور على كونتاكت اس تمبلت اهي، كونتاكت فور. خلينا نقي واحدة يكون شكلها متماشي مع الثيم بتاع الويب سايت. خلينا مثلا أضيف دي. ونفس الكلام هروح على الانر كونتنت وألغي تفعيل الجزء ده. طيب دي كده السكشن الكونتاكت فورم. خليني مثلا أغير التايتل بتاعها، أخليه كونتاكت with us، بحيث ان اليوزر لما يسكرول في الويب سايت بتاعنا يفهم انه من خلال الفورم دي المسج اللي هيبعتها هتوصل لنا على الايميل بتاعنا. طيب انا كده اعتبر خلصت كل السكاشن المفروض تكون موجودة في صفحة الهوم بيج بتاعتنا. وزي ما انتم شايفين انا اعتبر خلصتها من غير ما اكتب ولا سطر كود، ووريتك ازاي ان انت تعدل فيهم زي ما انت عايز. كل اللي فاضل دلوقتي ان احنا نعمل سيف. ولما اتاكد ان هو عمل سيف هبدا اروح على صفحه الهوم بيج بتاعتنا. زي ما احنا شايفين دي كانت الصفحه قبل ما اعدل عليها. لما اعمل ريفرش دلوقتي ده بقى شكل صفحه الويب بتاعتنا بعد ما عملنا لها كاستمايزيشن بالبيج بيلدر زي ما احنا شايفين. وكمان مش بس كده، ده كمان الصفحه دي ريسبونسيف، يعني سواء شغلناها على ابعاد مختلفه زي التابلت او الموبايل، زي ما احنا شايفين بنلاحظ ان كل حاجة في الويب سايت بتاعنا متنظمة ومترتبة بشكل احترافي.
من غير ما نكتب ولا اي سطر كود. طالما انت وصلت للدقيقة دي فخليني اقول لك مبروك، لان انت كده خلصت كورس الوردبريس وقطعت اول واهم خطوة ليك في عالم تصميم المواقع. بس الحقيقة ان الكورس ده مش نهاية الرحلة، ده مجرد الباب اللي فتح لك الطريق. دلوقتي هقولك تعمل ايه بعد ما خلصت وازاي تبدأ تشتغل وتكسب. اول خطوة محتاج تعملها ان انت ترفع الموقع بتاعك على استضافة حقيقية. لحد دلوقتي احنا كنا بنشتغل على لوكال هوست، يعني الموقع شغال على جهازك بس محدش يقدر يشوفه غيرك. لو انت عايز الموقع يبقى اونلاين لازم ترفعه على استضافة حقيقية، وده ممكن يكلفك شوية. انت تقدر تشتري استضافة ودومين من خلال المنصات والمواقع اللي بتقدم الخدمات دي زي هوستنجر ونيمشيب وغيرهم من المنصات. تاني خطوة محتاج تعملها ان انت تفضل تطور نفسك وتعرف الجديد في الوردبريس. انصحك ان انت تتابع قنوات اليوتيوب اللي بتقدم محتوى مخصوص للوردبريس، زي قناة WP كرافتر وقناة W Tools، وأهم حاجة طبعا قناتنا على اليوتيوب قناة باكتي، وتعمل فولو لمجتمعات الوردبريس على فيسبوك أو جروبات التليجرام. الأهم إن أنت تتابع الشغل على مواقع العمل الحر زي أبورك وفريلانس. وفي النهاية خليني أقولك إن أنا مبسوط جدا إن أنت كملت الكورس ده للنهاية، بس ده مش معناه إنك تبطل تتعلم. الويب بيتطور كل يوم، واللي بيكمل في المجال هو اللي بيفضل يطور. طبق واعمل مشاريع تجريبية واعرضها على الناس واشتغل كفريلانسر. واهم حاجه ان انت تشتغل على براندك الشخصي، وصدقني الوردبريس ممكن يغير حياتك.